احد يمكن اميز اللاعبين اليوم كانوا في فريق الاتحاد. نرحب فيك، نقول لكم يعطيكم العافيه اليوم. مستوى لم يكن متوقع من الاتحاديين اليوم حتى على مستوى جماهير الاتحاد. شو اللي اختلف اليوم في الاتحاد؟ شو اللي خلى الاتحاديين يقدموا هذا الاداء المميز داخل ارضيه الميدان؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله نحمد الله ونشكر على التعادل، بالرغم انه كنا نستحق الفوز بكل امانه، يعني ما هو مدحم فينا او شيء ثاني، بكل امانه. يعني مجمل المباراه الاتحاد اللي كان اخطر، لكن الحمد لله على كل حال كوره. ممكن هجمتين وسجل منها الهلال، احنا شوف كم فرصه ضيعنا. ثاني شيء من بدايه الاسبوع واحنا تعاهدنا كلنا ان المباراه هذه تكون مباراه الموسم، ونهديها لجمهور الاتحاد. كل امانه جمهور الاتحاد دائما ذواق، واليوم ملى الملعب، والحمد لله كنا نتمنى ان نهديهم 3 نقاط، لكن نقول لهم ان شاء الله الجاي. يا جو المباراه ليه ما قدرتوا تحافظوا على التقدم؟ هدف الهلال كان في اخر المباراه. ممكن تقدر تقول ان الخبره اللي فرقت معانا، بس يعني هو اللي كان ناقصنا الخبره. مستقبلا مطمن الاوضاع بالنسبه لكم، ظل انكم انتم عشتوا ظروف سيئه خلال الايام الماضيه او الفتره الماضيه من الاتحاد؟ هي الايام اللي راحت، يعني قدرنا الحمد لله انه نأدي شيء، لكن ان شاء الله انه الجاي نفرع على حسب ما سمعنا انه الجاي ان شاء الله احسن، وبوجود اللاعبين الجدد، سمعنا انه في لاعبين جدد ان شاء الله انه يكون اضافه لنا ان شاء الله. على مستواكم الشخصي بعد زياره احد المرشحين لكم الاستاذ احمد كاكي، كيف شفتوا الرجل وهل انتم مرتاحين وتأيدون استمرار بحكم انه كان قريب منكم؟ والله شوف، هذا الشيء ما هو من اختصاصي واختصاص اي لاعب. والله انا علاقتي فيه يعني ما هي هذيك، لكن في النهايه اللي بيمسك النادي احنا معاه ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك.